يا مساء الخير على كل متابعين سيد شعراوي. معايا السيناريست احمد عبد الله النهارده بفرح هشام البحيري. هشام البحيري دي يبقى نسيبي عمة عمته مراته. نبارك له. الله يبارك فيه. مبروك يا هشام، مبروك يا حبيبي. العروسين العروسه. العريس والعروس، مبروك يا حبايبي. اخبارك ايه الفنيه بقى؟ تمام والله. بعد طبعا سامح مرات عادية الله يرحمه. الله يرحمه. هنعمل اهداء لسامح الجزء الثالث رمضان كريم، ويخرجوا المساعد الاول اللي كان هو اللي عمل الجزئين معاه شادي يوسف ان شاء الله، وانتاج السبكي ان شاء الله قريب جدا هندخل في السوق ان شاء الله. الكاست يبقى هو نفس ورجع محمد محمود. بس رجع محمد محمود ده من الناس اللي كانت مش موجوده في الجزء الثاني. لكن معانا بيومي فؤاد وسيد رجب طبعا ولطفي ونفس الكاست يعني. ايه تاني اخبارك بعد المسلسل؟ انا بعمل فيلم اسمه حته انتيك. حته انتيك. هو وائل احسان. ان شاء الله عن قريب يعني ان شاء الله. وائل احسان بطولة مين؟ لسه المفروض ده لسه وائل ما بقالوش اسبوع وقرا وعجبه الدنيا. مين مرشح؟ والله لسه ان هو فيلم. انت اكيد وانت بتكتب انت عارف الشخصيه لا مين؟ والله بص يا بصيت هو فيلم من افلامي، عارف اللي هو بطوله جماعيه. انت عارف يعني بنجيب ممكن ما يبقاش سوبر. يبقى نجم عادي بس يعمل دور حلو ان شاء الله. ادعي لنا يا بصيت. اخر اعمالك غير رمضان؟ اخر اعمالي كانت ليله العيد لو شفته. رمضان كريم. وكنت بعمل الجزء الثاني من ارض النفاق لمحمد هنيدي. وده بس ده لسه عشان بكتب فلسه الدنيا يعني بقى. ده ايه؟ انت مش عارف ايه؟ لا مش عارف. ده الموضوع في ايدينا هنيدي. الموضوع لانه انتاج. ده هو بطولته. ارض النفاق الجزء الثاني. عملنا جزء اولاني ونعمل الجزء الثاني. في تفاصيل؟ لا هو نفس البرشامه اللي بياخدها والحبايه اللي بياخدها وبيتحول حسب نوع الحبايه اللي هو النفاق. الموضوع اللي انت عارفه بتاع يوسف السباعي. طبعا. ارض النفاق طبعا اتعمل فيلم بقى لسه يعني بعد سامح. يعني ممكن طبعا مامته العدل يخرجوا. ويعني لسه موضوع الاخراج ده لسه ما رسيناش عليه يعني. هو انتاج سبكي برضه مش كده؟ لا انتاج محمد هنيدي. الاولاني كان انتاج جمال العدل. الاولاني كان انتاج الثاني انتاج محمد هنيدي. انا بشكرك ودايما بشوفك في متألق كده. ايه الدوجلس دي انت؟ هتمثل ولا ايه؟ لا ده عشان الفرح. هو عادة بيبقى المؤلف المخرج بياخد بعض المشاهد، انا ما بشوفكش تاخد بعض. انا عملت مشهد واحد في حياتي اللي هو ايه؟ عبود على الحدود. قلت له اسمك ايه؟ فاكر؟ هو ده اللي عملته في حياتي. بس ما عملتش. وطلعت كده لقطات مع رامز وبتاع، لكن اللي مثلته بجد هو كان عبود على الحدود، اول فيلم ليا يعني. انت ما بيهواكش التمثيل، بيهواك الكتابه او ما خدنيش يعني. دايما موفق وكاتب كما قال الكتاب، وربنا يخليك لينا ونشوف اعمال حلوه يا رب. ربنا يخليك. اشكرك يا سيد.